أدخلوا عبد الجنة بفضلي. فقال العبد بل بعملي. 60 سنة ما غلطتش غلطة، الناس عمالة تشرب خمرة وتزني وتاكل حرام وما تصليش، وانا راجل بعيد عن الدنيا ما تمتعتش باي شيء غير بطاعتك انت. ما احنا معانا ناس ربنا يديهم الصحة اهو 70 سنة وفوق 70 وقرب 80 وبيصلي طالع نازل معاك، وانت يا شاب يا اللي عندك 15 و20 سنة كسلان ليه؟ لا اصل بيروحوا يصلوا التراويح بياخدوا لهم يجي 3/4 ساعة. انظر الى هذه الحالة التي انت احوج فيها الى حسنة تنجيك، لان ما بين الميزان يطب وما يطبش ممكن تكون حسنة واحدة تكون هي الفاصلة، فهنا ما فيش فرفطة في الحسنات، مش كده؟ ده فيه الكل بيبحث عن الحسنة بدي بس يجيب حسنة منين؟ هو في عمل هناك نكتسب به حسنات؟ خلاص توقف العمل. لكن شوف ربنا لما يرضى عنك حين يحسن العبد الظن بالله تبارك وتعالى وأطاع الله على قدر استطاعته، لأن ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم. لكن جت الأعمال خفت، عاوزة حسنة، عاوزة 2، عاوزة 3. طب نطبب الكفة دي ازاي يا سيادنا؟ قال فتسقط ورقة من تحت عرش الرحمن مكتوبا فيها لا إله إلا الله فلا يثقل مع اسم الله شيء في الأرض ولا في السماء. ورقة مكتوب عليها ايه؟ لا إله إلا الله. تنزل فين؟ في الميزان. فلا يثقل مع اسم الله شيء. خلاص ده دي لوحدها كافية. ولذلك قبل ما ياخدنا الوقت ويطول بينا بيقول أن عبدا من عباد الله عبد الله على جزيرة وسط الماء والماء يحيط به من كل جانب 60 عاما لم يعص الله مثقال ذرة ولا طرفة عين. فلما حاسبه الله قال الله للملائكة أدخلوا عبد الجنة بفضلي. فقال العبد بل بعملي. 60 سنة ما غلطتش غلطة، الناس عمالة تشرب خمرة وتزني وتاكل حرام وما تصليش، وانا راجل بعيد عن الدنيا ما تمتعتش باي شيء غير بطاعتك انت. فقال الله للملائكة ادنوا عبدي مني، واسدل الله عليه كنفه وستره. يعني بيكلموا ايه؟ بينه وبينه كده ما حد سمعهم. قال الله له عبدي ألم أخلقك بيدي؟ ألم أنفخ فيك من روحي؟ ألم أقويك على العبادة؟ خلي بالك كلمة أقويك على العبادة، لأنك لما تيجي هنا في غيرك نايم على السرير نفسه يجي يصلي التراويح مش عارف، لكن أنت جيت، ودي في حد ذاتها توفيق من الله تبارك وتعالى، مش كده؟ ما احنا معانا ناس ربنا يديهم الصحة اهو 70 سنة وفوق 70 وقرب 80 وبيصلي طالع نازل معاك، وانت يا شاب يا اللي عندك 15 و20 سنة كسلان ليه؟ لا اصل بيروحوا يصلوا التراويح بياخدوا لهم يجي 3/4 ساعة، وفي مسلسل ولا في ماتش ولا في بتاع. لا 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 ما انا مش معاهم. طب يا عم هو ربنا ما اراد لك عدم التوفيق، فخليك في حالك بقى وسيبنا احنا في حالنا. فقال الله للعبد ألم أخلقك بيدي؟ ألم أنفخ فيك من روحي؟ ألم أقويك على العبادة؟ ألم أنبت لك شجرة رمان تخرج لك كل ليلة مع أنها لا تنبت في العام إلا مرة؟
واحدة. ألم أنبت لك أو ألم أخرج لك عينا عذبة تشرب منها مع أن الماء المالح يحيط بك من كل جانب؟ ما هو على جزيرة في وسط الماء المالح، ومع ذلك حاسبنا ونحاسبك. هو عرفه الأول فضل ربنا عليه، وتعالى يا عم خد حجك وادينا حجنا. هتعمل ايه يا رب؟ فأخذ الله نعمة البصر فوضعها في كفة، ووضع أعمال 60 سنة كلهم في كفة، فطاشت أعماله. فقال الله للملائكة أدخلوا عبد الجنة بعدلي، فقال العبد بل بفضلك بل بفضلك بل بفضلك. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فما تظنش بقى ان صلاتك التراويح دي خلاص كتبت لك قراط في الجنة. لا لا، ده بس كده يعني سبوبة صغيرة، لعل وعسى تصيبنا نظرة رضا من ربنا، فربنا يرضى عنا ويكتب لنا براءة من النار وعتقا. طب بسرعة خلاص بقى بقيت الموقف الثالث اللي هو عند الايه؟ عند الصراط. الصراط قال جسر ممدود على ظهر جهنم يعبر الناس عليه الى الجنة، وما فيش واحد اسمه مش هيعدي من عليه، ولازم كلنا نشوف النار قبل ما ربنا يجعل لنا نصيب في الجنة. ازاي؟ قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فمن الناس من يبر كالبرق الخاطف، ومن الناس من يجري كالريح، ومن الناس من يجري مهرولا، ومن الناس من يمشي خطوة وينكفئ خطوة، ومن الناس من يكب على وجهه في جهنم. وبعدين الصراط دي بقى معلق عليه كلاليب كده، يعني ايه؟ حاجات بتشد اللي ماشيين كده، خلي بالك. طب ايه حكايته ده اللي بيعدي على فلج نخل بيقول ولا ماسوره الميه التخينه دي كده اللي بتعدي الترعه، بيقول يا نهار ابيض لا رجل تزحلق. امال الصراط ده ايه؟ احد من السيف وارفع من شعرة الرأس. ايه دي المسألة دي؟ لكن الله يجعله مد البصر لكل مؤمن، ما انتش شايف اوله من اخره، لكن دي حقيقته. لكن ربنا عشان يكرمك وتعدي في امان وسلام، لانه لو وراك حقيقته قلبك هيرتعد، مش هتقدر. لذلك امنك الله وطمأن قلبك فقال لك عدي وانت مطمئن، لان الله في هذه الحالة هو الذي يأخذ بيدك ويعبر بك الى الجنة. يبقى لا يعرف بعضنا بعضا في 3 مواضع: عند تطاير الصحف، وعند الميزان، وعند الصراط. أسأل الله أن يثبتنا عند هذه المواقف جميعا، وأن يكتب لنا ولكم براءة من النار وعتقا، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر العظيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.